بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل التكافل الاجتماعي. طبعا الدرس ده شرحته قبل كده يا عم النجم، واتكلمت فيه بتفصيل لما حكيت لك ان احنا عندنا الفلاحين كان لما يجي حد يبني يبعت ناس يبنوا معاه وابنه بالحماره بتاعته بالمش عارف ايه، واحد يقول لك الغدا عندي يا عم الحاج وما انت مش عاملش جاي غدا، انا هعمل انا غدا، والحاجات دي قلناها صح؟ افتكرت؟ ماشي نعيده تاني. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له فقال فجعل يصرف بصره يمينا وشمال. راجل جاء على الحمارة بتاعته وقعد يبص يمين وشمال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي عنده ركوبة حمارة يعني عنده حاجة زيادة ما يخليش حد ماشي على الأرض ويركبها. ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. اللي معاه اكل زياده، معاه سندوتش زياده يا عم يوسف وانت في الفصل وزميلك جعان، مفيش مشكله تديله السندوتش. قال: فذكر من اصناف المال ما ذكر حتى راينا انه لا حق لنا في من الحق لاحد منا في فضل. يعني فلوسنا وحاجتنا بس ايه، بس الكلام ده مالناش فيه كمان، يعني حتى دي حاجه المسلمين. الكلام ده احنا عشناها، انا عشتها واقعي. كنا في مكان ما وكنا نجيب كل حاجه نحطها على بعض ونقسمها بينا. ليه؟ انا جايب حاجه صغيره انت جايب حاجه كتيره، مش عارف نحطها وكأن دي مش بتاعتي، خلاص دي بتاعتنا كلنا. هو تشابه بسيط يعني، خلاص. يحكي هذا الحديث صورة حية مشرفة من صور التكافل الاجتماعي والتعاون في الإسلام، ويبين أنه يجب على المسلم أن يتصدقوا على إخوانهم بما زاد من حاجاتهم. أنا عندي هدوم الدولاب هيقع، ما تشيلها يا عم وديها للناس غلابة. عندي بدل كيس اللحمة 15 كيس لحمة، طب ما ودي كيسين 3 لجيراننا. عندي الواد جايب له لازم يلبس طقم جديد نوفي ما ينفعش يلبسه 3 4 مرات، يا سيدي خد البتاع وديه الناس تانية غلابه. عندي مروحه وجبت مروحه فريش ومش فريش ومش عارف ايه، ودي قديمه راكنها يعني موديل قديم، طب دي لغيرك، وهكذا. فانا شرحت يا استاذنا، فاكر زمان كنا لما الناس تتكافل مع بعضيها، انا ما عنديش حماره باخد حماره جاري، ما عنديش عربيه صاج بقول له لو سمحت هات العربيه، ما يفضل. ما عنديش فسات يا ابني، فاس بتاع ما جراش حاجه. فكان في تعاون بين الناس، ما نحسش بحد محتاج حاجه. كل واحد عنده حاجه بيديها لصاحبه ويديها لجاره يشتغل بيها. حتى في الارض كنا نشتغل مع بعض، يعني الجيران احنا بنحصد يجوا يحصدوا معانا، هم يحصدوا احنا نروح نحصد معاهم، احنا بنقطع دول يجوا يقطعوا معانا، وهكذا. يعني الحاجات دي كانت موجوده في الفلاحين. واحد بيبني ما كانش فيه حكايه بقى ان احنا نجيب مش عارف ايه، يبعت ابنه بالحماره طول النهار مع ايه، مع الحاج عبد الصمد عشان بيبني. الحاجه ام السعده تقوم جايبه صينيه اكل قد كده، لا غدا عندي يا حاج محمد مع اتفضلي متشكرين يا حاجه عقبال عندكم. كانت حياه جميله، كانت حياه جميله بين الناس زمان. ناس يعملوا عندهم لبن يبعتوا، احنا كنا بناخد في منطقه ما كانش عندنا بهايم وبتاع، كان الناس تجيب لنا لبن، التلاجه بتاعتنا فيها لبن على طول، واحنا ما عندناش بهايم اصلا. لكن دي تبعت لك لبن، دي تبعت لك مش عارف ايه، يبعت لك قدوره الشوي، مش هتحس الدنيا فيها خير. كان زمان فيها، دلوقتي بيبيعوا البصلايه الخضراء. زمان كانت الدنيا سايبه، وكانت الناس كلها اللي عايز حاجه ياخدها، وكنا حبايب، كانت الناس حبيب. عايز ملوخيه انزل يا ابني اقطع لك عودين ملوخيه جراش حاجه. خش يا ابني خد، ممكن اخد اكل باميه يا عم، خش يا حبيبي خد اللي انت عايزه، باميه كتير اهي هتنشف على الشجر، خش يا ابني. شوف الحياه كانت جميله ازاي، دي كانت موجوده. طيب، يبقى التعريب الراوي هو سعد ابن مالك ابن سنان الخدري نسبة إلى خدرة، وهو الأبجر بطن من الخزرج، وهو أبوه صحابيان استشهد أبوه في غزوة أحد. من أعماله روي له عن الرسول صلى الله عليه وسلم 1170 حديث. كان فقيها عالما كثير المناقب، توفي بالمدينة يوم الجمعة سنة 64 هجريا ودفن بالبقيع. راحلة اسم وضع على إيه؟ على الرحل والدابة. فجعل يصرف بصره يمين ويسار، يعني راجل عمال يبص يمين وشمال ومحروج يعني. فضل ظهر يعني كان عنده فرس، عنده جمل، عنده حماره، عنده بتاع، عنده عجله، عنده موتوسيكل، عنده اي حاجه. فليعب به يتصدق به على غيره، على من لا ظهر له، اي على الذي ليس له ما يركبه من الدواب. فليعب به على من لا زاد له، لو حد عنده اكل يدي واحد غلبان ما معهوش. فذكر من اصناف المال، ذكر اصناف كثيره من المال كالثياب والفرس والانيه ومش عارف ايه وايه. خلاص ادي يا سيدي، انت هتحنطه عندك في بيتك، ما تدي الجيران يا عم، ما تدي للناس، وربنا هيبعت لك برضه، والدنيا هتمشي تبقى زي الفل، كله بيساعد بعضه. يعني كانت جميله الحياه. هنا بقى يحكي هذا الحديث الشريف صور حيه مشرقه من صور التكافل والتعاون بين في الاسلام. بينما كان صلى الله عليه وسلم في سفر من الاسفار، إذ جاء رجل على الراحله بتاعته ينظر يمينا ذات الشمال كان يبحث عن شيء، يدور على حاجه هو عايزها.
اللي فطر لحال الراجل ده. شوف النبي كان موجود، وكم كام واحد موجود ما خدش باله. هو الزعيم، هو ده القائد كده. مش القائد يقعد على البتاع ويشغل مراوح والتكييف ويا ولد يضغط على الزرار. لا يا حبيبي، قوم شوف شغلك، امشي وسط الناس، شيل معاهم، اسند معاهم، حركهم. انت تحركهم بنفسك. يعني انت ما تشتغل معاهم هتحركهم بنفسك. لكن قاعد على المكتب، قاعد على المكتب وفي التكييف واحد طفحانين الدم وهو عمال ديك ديك وخلاص، ده حاجه تخنق. لكن لو انت وسطهم، الحاجات دي احنا يعني شفناها، فانت وسطهم. يلا يا اخو، مين يجي معايا؟ انا المدير. مين يجي معايا؟ انا هعمل كذا كذا. مين يجي ويا كده؟ هتلاقي الناس غصب عنهم معاك. ما انت المدير قمت، هم هيقوموا غصب عنهم. يعني الحاجه دي جربتها قبل كده في موضوع معين، كنت في مكان معين شغال شغله معينه، فانا حسيت ان الموضوع ده عايز اكسره، فبقيت اعمل كده، اجيب ورقه، مين يجي معايا نعمل كذا؟ واحد انا محمد عبد الله، اثنين فلان، ثلاثه، مين تاني؟ يلا يا رجاله. خلص الموضوع وفي حب بينا. مش انا قاعد على البتاع، اطلع 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 يلا، واللي هيتاخر خصم، هيعملوها بكره ليك وكارهينك. يبقى لازم في حياه كده جميله ولذيذه. طيب ده حال النبي، عمل كده، ما عادش مكانه يا ولد ودنا النبي كله يجي تحت رجله. لا، بص كده شاف الراجل، قال لا لا لا، ما حدش واخد باله. ده خد باله، بيتابع مين ده وراح فين، ده ايه، ده عايز ايه، ده محتاج ايه. النبي واقف وسط الناس كده فعلا بيشرف على الناس كلها. طيب، فلكن اللي منعه ذات، يعني حاسس انه لو طلب حاجه هيتكسف ويتحرج وبتاع وعزه نفس وحاجات من دي. تتجلى شفقه مراد النبي صلى الله عليه وسلم بان يتصدقوا على الرجل بما زاد من حاجاتهم. ما حكم التصدق بما زاد عن حاجه من مطعم او ملبس، او محمول على العلماء على الاستحباب؟ هل اجبار عليك تتصدق؟ لا، استحباب، براحتك. عايز تصدق صدق، عايز تزداد خير ازداد، مش عايز ما تزدادش. هل انا اتطوع واتصدق؟ ما يمكن انا مدرس مثلا، ما انا اتصدق بساعه لله يا اخي، اتصدق بحصه لله، اتصدق بيوم لله. ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله لما انا اتصدق على ناس مثلا، مش بافتخار بقى يا ابني انا بديك ببلاش، يلا يا ست هتكسر قلبه. لا، انت تعمل يوم مثلا يوم الجمعه يا اخوانا، حد حصه ببلاش، اللي عايز يجي خلاص. يا اخوانا انا هعمل كذا، فاتح كذا، اللي يجي ببلاش. يبقى كده. انا شفت مثلا اسره كبيره وعلى قدهم، حد الواد الاول والثاني بفلوسه، الباقي ببلاش. ما يجراش حاجه. اعمل اي حاجه، سواء شغل، سواء راجل معاك اكل، معاك شرب، معاك صنعه، معاك مهنه، معاك خدمه، اتصدق. طيب، اذا الذي يحث ويشجع النبي صلى الله عليه وسلم، يحث على تطبيق مبدا التكافل في السفر والحضر، ويشجع التعاون في اسد حاجات الناس، في وسائل القوي الضعيف، والفقير يواسيه الغني، وهكذا، والقادر العاجز الى اخره. امتدح النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من مبدا التكافل، فقال ان الاشعريين، مجموعه سموا الاشعريين، اذا ارملوا في الغزو او قل طعام عيالهم بالمدينه، جمعوا ما عندهم من طعام. ماشي، كنا مسمينه احنا في المكان اللي احنا كنا فيه ده نظام الاشعريين، كنا مسمينه كده. ثم اقترن بينهم في اناء واحد بالسويه، فهم مني وانا منهم، متفق عليهم. وقد ارملوا اي قل طعامهم، اي قل طعامهم. طيب، اللي بيرشد الاحاديث سبق الاسلام لتقرير مبدا التكافل الاجتماعي بين الناس. لا الامم المتحده ولا بتنجان متحده ولا صندوق الهبد الدولي ولا كلام من ده. حسن ادب النبي في محافظه على شعور الرجل، فلم يامر بصدقه عليه. فطنه النبي حيث عرف ما بنفس الرجل من غير ما يساله، عشان يعني ايه، ما يجرحوش، يعني يبقى في كده ايه، فطانه في الكلام. حرص الاسلام على تماسك المجتمع وتربط بين افراده. طبعا يحث الاسلام اتباعه على التكافل الاجتماعي والتضامن بينهم، ويجعل من دعائم الاسلام واسسه هذا الامر، كما ان النصوص القرانيه والاحاديث النبويه تذكر كثيرا ما يدل على مدح اصحاب البذل والعطاء والايثار، وانهم اصحاب منزله عاليه في الدنيا والاخره. ولهذا يأمر أصحابه، النبي يأمر أصحابه والأمة من بعدهم، فيقول من كان معه فضل ظاهر فليعب به على من ظهر له. وهذا الأمر يشمل كل أنواع النفع للمسلمين، فيندرج فيه النفع بالعلم والمال كله. أنت مدرس ادي حصة يا عم لله، مش هتنضلع يعني. ادي واحد فقير ببلاش، مش هيحصل لك حاجة وسط العيال. يعني في واحد زميل ليا مدرس رائع، أستاذ أقوله أستاذ جمال، ربنا يمتعه بالصحة والعافية، كان بيدي الاولاد. فانا بقول له يا حبيبي بحساب بنتي، قال لي والله العظيم ابدا، والله ابدا، ما هي وسط العيال انا بعمل ايه، ما هي قاعده وسط الناس، واللي بقوله للناس بقوله لها. خلاص يا عم محمد، ايه الجمال ده؟ طب لو انا في حصتي مثلا وحاولت، كنت بدي ابنه، حاولت، قال لي لا والله، ايه ده هو كده فضل زاد فضل بقى. فانا مثلا بدي فينا راجل ما معوش وبيشتغلش وعياله عايزين يتعلموا، طب ما اروح لهم يا عم، يحصل لهم ايه؟ ساعه هتنضلع؟ مش هنضلع، مش هيجرى حاجه. فاحنا كمدرسين او محفظين او ايا كان، او صنايعيه، او اي حاجه، يعني ربنا يبارك في الشيخ وائل، الاستاذ وائل، الشيخ خليل،
واحده عندها مثلا حمام عايز يتعمل، صنايعي يقول لك انا هعمل ببلاش، يقول لك خد السيراميك ببلاش، واحد يقول لك شكاره اسمنت عندها ببلاش. الله، يعني احيا بيت ببلاش. ايه لما اتطلع بساعه من وقتي واعمل لها الحمام كصنايعي؟ ايه لما اديله كرتون ببلاط هيحصل لي ايه؟ مش هيحصل لي حاجه. ايه لما اروح انا كراجل مثلا هركب وصلة نور ولا حاجه، هحيي بيت ضلمه وناس تعبانه، هحييها، ايه المشكله؟ فالموضوع ده لو فكرنا فيه بجد هيبقى شيء رائع، شيء جميل، شيء جميل. انا مثلا ممكن ارفع البلد والم مثلا علاج، ناس عندها علاج كتير بتستخدموش، بتجيبوا الدكتور يقول لك ايه، مين اللي مش عارف ايه اللي كتب لك، خد الروشته غيري. طيب وبعدين ارمي دي، ما انت جبت علاج ب 200 و300 400 جنيه و500 جنيه، هات العلاج ده بقى وانا هعالج الدكتور مختص في صيدليه يا اخوانا، اللي عايز عنده مرض كذا او مرض كذا بروشته يتفضل وياخده. ده اقتراح مثلا. انا عندي كتب، حكيت لك انا عن كتب الكتب، في كتب دراسيه بقت غاليه جدا. طب ما انا هروح جامع من البلد زي ما حصل كده، الناس ربنا يبارك لهم عملوا الحكايه دي، ولموا كتب الناس الايه الترم الاول وشالوها وحوزوا عليها. جت السنه الجايه الناس تاخد الكتب اللي مش قادرين يشتروا ببلاش، يبقى شيء رائع، شيء جميل. ايه المانع؟ ايه المانع للحاجه دي؟ انا راجل عندي الدولاب هيقع من الهدوم، اخد مثلا احسن 10 جليب يعجبوني يا عم، ما قلتلكش خد وخد بقى الباقي وديه للناس، تصدق بيه لغير المسلمين. مكسوف اديها الجمعيه من الجمعيات الخيريه توزعها بما يرضي الله، وهلم جرى. فده بقى الحديث ده ما بيحددلكش حاجة. خد براحتك في كل حاجه، ماشي يا عمي؟ فده الحديث ده خلصناه. حاجه تانية عايز تفهمها يا حبيبي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.